رشيد روكي، وحوار خارج الخطوط بينه وبين عبد الهادي السكيتي ومدرب حسنية أكادير. تنطلق هذه المباراة والكرة للشباب، شباب المحمدية يبحث عن الوسطي. حمزة رقم 11 يترك التماس لاختصاصي أيوب بوشة. الظهير الايسر اليوم ايوب بوش يعيدها لاسماعيل بن قطيب. بن قطيب والعرضيه تنتظر الرؤوس. اولى محاولات تضيع على شباب المحمديه، كانت تكتسي بعض الخطوره بحكم ان الكره كانت مقوسه. الان للحسنيه، هل ينهي لاعب الحسنيه بالعرضيه؟ هذه المره تنتظر الضربات، بوم خارج ارضيه الملعب. كانت روعه من جلال طشطش الكره الاخيره العرضيه، وبينما الانهاء لم يكن مؤثر في اللقطه الاخيره كما نشاهد. كان يبحث عليه يوسف ميري، دفاع المنطقه وايضا دفاع المنتومان رجل لرجل. وهنا الراسيه، هدف اول للشباب. جول 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 جول. والشباب اليوم يضرب بهدف اول في الدقيقه 13. يضرب الشباب بهدفه الاول من كره ثابته، وفرحه الجماهير، جماهير الشباب. يسرى خطير، والكره بهذه العرضيه بعيده الكره بالعرضيه عودنا من خلالها ايوب بوشة. الكونترول والتهيئ والتسديده، بينما الكره لم تتجاوز خط المرمى. يقول الحكم متجهه للمرمى، اظن كانت محاذيه وبالتالي لم يصلها بشكل مميز ناقوس. نشاهد الاعاده من الزاويه الاخرى. لا زال الضغط الان. مرزاق والعرضيه، وهنا راسيه عاليه. كان يريد ان يكفر عن خطأه محمد الشيخي، يريد المعادله بعدما ساهم في تسجيل الهدف الاول. الكره بالتسديده، وهنا التسديده بينما التدخل ياتي من حارس المرمى. الكره كانت يعني في مسار تمركز هذا الحارس سفيان برح، ونشاهد لم تكن مقوسه الصوب والزوايا. الحسنيه يضغط، ومرزاق يمر بيضاء يقول لاعب الشباب بهذه التمريره وعرضيه كادت ان تعطي الهدف الاول. لم يتحكم في توجيه الكره اللاعب قايدي عبد العزيز. يعني كره سانحه، شاهدوا معي، خالي من الرقابه تماما، والكره كانت سانحه لتسجيل التعادل. كره تغادر ارضيه الملعب، يندب حظه، تمريره تحسب. رائع عمل. ينتهي الشوط الاول. يقول عبد الرحيم الرخيز وفريق شباب المحمدي يتقدم بهدف للا شيء على حسنية أكادير. هدف محمد الشيخي ضد مرماه في الدقيقة 13. ينطلق هذا الشوط الثاني، والأماني هي للفريق الحسنية بالعودة في النتيجة ومعادلة النتيجة بهدف أول لفريق الحسنية، فيما الشباب يريد المباغتة عن طريق الهجمات الخاطفة. الشباب المحمدية من قلب الدفاع تعود من جديد لميري. يوسف ميري كان قريب وسط الميدان. الزمراوي يمر الزمراوي. الكرة الأولى، الثانية، الثالثة، والزمراوي يحصل على الركنية. لا يخشى أي أحد في الواحد ضد واحد، يختار الاختراق بسلاسة بحكم المهارة المميزة. يعني لما تكون على مستوى يعني المراوغات والتقنيات مميز. بينما شاهدنا الزيادة العددية والتحول من الدفاع للهجوم. عرضية بعيدة لم يتحكم فيها حمزة أفصال، وتمريرة حمزة أفصال في الكرة الأخيرة. شاهدنا 4 ضد 3 للحسني الذي كان قريب، بينما إنهاء الكرة. ونتحدث أكثر عن القرارات هنا. يعني مشكلة الحسني ليس في إنهاء الكرة. للحسنية بركنية الآن، ركنية الحسنية، وهنا والرأسية بهدف أول. بوم 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 بوم، جول جونيور. وتحدث عن الإضافة، وهذه الإضافة، والحسني يضرب بهدف التعادل من رأسية ومن ركنية. كما سجل فريق شباب المحمدية، يسجل الحسنية
من ركنيه ايضا وراسيه جينيور مبيلي. تحسب الكوتشينغ ويحسب لعبد الهادي سكيتيوي. هدف الحسنية في دقيقة 73. ميري من جديد الآن كجناح الآن. يوسف ميري والعرضية بحث عن مبيلي وخروج الحارس. تعود من جديد ما زال للحسنية. اوت خارج أرضية الملعب. لم يتعامل مع بشكل سليم بالتسديدة الأخيرة من لاعب الحسني على الصورة حمزة قلعي. هيئت الكرة لحمزة قلعي. نشاهد البحث والتدخل من الحارس صوب حمزة القلعي. هذه الكرة بجينيور مبيلي وشبيه جينيور تعود ميري والعرضية لا زالت للحسنية. هنا العرضية كاتالوندي بوم كاتالوندي وكامباك وعودة في النتيجة للحسني الذي يقلب الطاولة على الشباب. والحسني يسجل في آخر الأنفاس بنفس الطريقة بالرأس. يضرب بالرأس مجددا لاعب